لما بستخدم اجهزه الهاند هيلد في البيت ببقى عايز اخد التجربه الكامله، عشان كده ممكن اعمل سيت اب زي ده. ولكن لما بكون مسافر او بره البيت بكون محتاج اكتر من جهاز معايا وكمان كل الاكسسوارات، عشان كده دورت كتير علشان تكون كومباكت ومخصصه للهاند هيلد جيمنج ديفايسز، وفعلا لقيتها وقدرت ان اجمع فيها 3 اجهزه هاند هيلد وكمان كل الاكسسوارات بتاعتي. الشنطه دي من شركه اسمها توم توك، وتوم توك مش سبونسر الفيديو ده، فده مش اعلان، وانا بس حبيت الشنطه دي وحبيت ان هي قد ايه كومباكت وشايله كل حاجتي وانا مسافر او وانا رايح في اي مكان. خلينا في الاول نشوف ايه الاجهزه الموجوده. اول حاجه هو التريم يو اي سمارت برو، افضل ريترو هاند هيلد جيمنج ديفايس ممكن انت تشوفه، بديزاين كومباكت جدا زي البي اس فيتا، وبتقدر تنزل عليه كل الاميوليترز اللي انت محتاجها. ومش بس الريترو جيمز اللي تقدر تشغلها على الجهاز ده انت كمان تقدر تشغل على الجهاز ده البي اس بي والبلاي ستيشن 1 والدريم كاست والجيم بوي ادفانس وغيرهم كتير، واللي بيه كمان بمكتبه كبيره جدا بتقدر ان انت تشغل اللي انت عايزه، وتنزل كمان على الميموري اس دي كارد الموجود فيه كل اللي انت محتاجه. وكمان بيجي ب LED لايتس كده شكلها مميز قوي، وبيجي كمان ببامبرز وتريجرز ولكن حجمهم صغير، واللون الريترو ده من احسن الالوان اللي انت ممكن تجيبها. وكمان البرفورمانس مود لو انت عايز برفورمانس زياده، والازرار بتاعته والانترفيس الكليك بتاعها ممتاز جدا. انالوجز دي بالظبط هي الموجوده في البلاي ستيشن فيتا، يمكن هي مش احسن حاجه ولكن الدي باد اللي هنا ممتازه جدا واستجابتها عاليه جدا جدا. هسيب لك طبعا اللينك بتاع كل حاجه في الديسكربشن بتاع الفيديو. وده النينتندو سويتش اللي انا فصلت الجوي كونز بتاعته عشان ما تاخدش مساحه كبيره معايا. والنينتندو ده نسخه الاوليد اللي بتيجي بشاشه اكبر شويه عن النسخه الاصليه، واللي كمان بتيجي بستاند هنا ممتاز جدا. طبعا النسخه دي بقى لها فتره كبيره في السوق ولكن تعتبر من افضل النسخ اللي اتعملت لحد دلوقتي من نينتندو. بس الميزه الاكبر فيها دلوقتي ان بقى في موجود الميكس سويتش، والميكس سويتش فكرته بانك انت تقدر تنزل كل الجيمز بتاعتك على الميموري كارد الموجود هنا، فبدل ما يكون معاك كروت زي دي بتاخد نسخه منها من الدمبر نفسه وتنزلها على الميموري كارد ده، وكل اللي عليك ان انت تشيل الميموري كارد وتدخله تاني، والجيم اللي بعد كده هتلود عندك، وبكده هتقدر يكون عندك كل الجيمز بتاعتك على كارت واحد بس. فدي ميزه ممتازه جدا، وانا اتكلمت بالتفصيل في فيديو عن المنتج ده، هسيب لكم كمان لينكه في الديسكربشن. وكمان اللينوفو ليجن جو من اكبر الهاند هيلدز اللي ممكن تشوفها، لان الشاشه بتاعته 8.8 انش. والليجن جو مع انه جهاز بقاله فتره كبيره في السوق ولكن مازال من اقوى وافضل الويندوز هاند هيلد بي سيز الموجوده في الماركت حاليا، واستخدامي ليه تقريبا يوميا، بالاخص كمان بعد ما استخدمته مع الداك ستيشن ده ومع الجي بي يو ده، واللي دلوقتي بقى في الليفنج روم على طول كانه بالظبط كونسول موجود. بسيب الداك ستيشن مع الجي بي يو وبوصله بس عن طريق يو اس بي تايب سي عشان اقدر اخد برفورمانس قوي جدا ومع شاشه 85 بوصه، فده بالنسبه لي سيت اب ممتاز جدا. وكمان الباور بانك بتاع انكر اللي هو 24000 امبير اللي بيقدر يشحن كل الاجهزه دي، واللي بتقدر تشوف منه كل التفاصيل هنا عن طريق ال سي دي سكرين دي. ويمكن هو بس وزنه تقيل شويه ولكن ده من اهم الحاجات اللي لازم تكون معايا في اي سفر او في اي مكان، بالذات لو بستخدم اجهزه الهاند هيلد، لان زي ما انتم عارفين الهاند هيلد بي سيز بطاريتها ضعيفه جدا، فبالتالي الباور بانك ده حاجه لابد منها مع الاجهزه دي، وعملت كمان فيديو عنه بالتفصيل. كمان السماعات بتاعتي وايرلس دي سماعه كويسه من انكر، السماعه دي اسمها الساوند كور، وكمان عمليه جدا مع كل الاجهزه دي وتقدر تشبكها بلوتوث مع اكتر من جهاز. والابل ايربودز كمان غنيه عن التعريف. واكيد طبعا هكون محتاج الاكستنشن او الدوك ستيشن ده عشان بيوفر لي بورتات اكتر، وكمان اقدر اوصل جهاز زي الليجن جو عن طريق الاتش دي ام اي على اي تلفزيون، وبيدعم التايب سي وكمان اس اس دي كارد سلوتس و2 يو اس بي سلوتس، بالاضافه كمان لكل الوايرز اللي انا محتاجها سواء للساعه او اليو اس بي تايب سي او الهيدفون جاك، واكيد اليو اس بي كونفرترز والمحفظه كمان والباسبور. فكره ان يكون معاك كل الاجهزه دي في شنطه بالحجم الصغير ده حاجه مميزه قوي. الشنطه كمان بيجي معاها سليف، انا شخصيا مش بستخدمه ولكن انت تقدر تركبه هنا في الخلف، ومش هيكون في اي مشكله ان انت تلبسه باي طريقه لان الهولدرز نفسها بتلف، او انك كمان تركبهم في الجنب هنا وهتقدر تستخدمها بالشكل ده. وكمان الكواليتي بتاعته كويسه جدا. كمان من النقط المميزه في الشنطه دي لو معاك شنطه سفر تقدر ان انت تركبها فيها او ان انت تشيلها بالطريقه دي، والستريب ده قوي جدا وبتقدر ان انت تستخدمه بشكل عادي. كمان الشنطه نفسها ووتر بروف، يعني لو في مطره مش هيتسرب للاجهزه اللي جواها. وكمان في شعار هنا توم توك، والستيتشز اللي شكلها احمر دي انا بشوفها شكلها شيك جدا. وكمان
السوسته نفسها سهل جدا ان انت توصل لها عن طريق الاكستنشن دي، ونفس الفكره هنا كمان. واكتر حاجه مميزه في الشنطه دي هي الديزاين والهندسه بتاعتها. الشنطه جايه بديزاين ممتاز جدا وفريد من نوعه. فكره ان الشركه عملت منطقه حمايه هنا كامله للشاشه والهاند هيلد بتاعك، وان هي تقدر تستوعب لحد جهاز زي اللينوفو ليجن جو، فهي تقدر تستوعب كل الاجهزه الهاند هيلد زي الستيم ديك والار او جي اي وغيرهم. الفكره كمان ان انت تقدر تشيلها بسهوله خالص، بتقدر انك تفصلها بشكل كامل، وحجمها زي ما انا قلت يقدر يستوعب كل الاجهزه وتقدر تحميها من اي صدمات. وكمان طبعا من الاجهزه اللي تعتبر كبيره، بالاخص كمان مع الكيس اللي زي كده اللي هي الكيل سويتش من دي براند، تقدر ان هي تستوعبها كمان بشكل كويس جدا، وما يكونش فيه ضغط كمان على الجوي كونز نفسها. وده طبعا الوضع الافضل بالنسبه للقطعه دي. وكمان طبعا مع البلاي ستيشن بورتال هتقدر ان انت تاخد البينيفيتس برضو بتاعه الحمايه، سواء بالطريقه دي او بالطريقه دي داخل الشنطه. وبالمناسبه البلاي ستيشن بورتال بلاي ستيشن بتهتم بيه بشكل اكبر، وانتوا عارفين دلوقتي انك باشتراك البريميوم تقدر تشغله بعيد عن البلاي ستيشن 5، وتقدر تعمل ستريمنج للجيمز بتاعته. والفيديو ده انا عملته بشكل تفصيلي عن ازاي ان انت تاخد التجربه الكامله، وان هو يعتبر هاند هيلد دلوقتي منفصل بالكامل. وطبعا احنا عارفين ان اجهزه زي الليجن جو والستيم ديك بيجوا في كيسز هارد كيس كده زي دول، والكيسز دي كمان جودتها ممتازه جدا، ولكن للاسف انت مش هتقدر تحط فيها اجهزه اكتر من الجهاز نفسه والشاحن بتاعه. ولو جينا نشوف الحجم ما بين الليجن جو والستيم ديك هنلاقيهم متقاربين جدا للحجم، ولو حطيتها كده جنب التوم توك هتلاقيها كمان نفس الحجم تقريبا، ولكن الاستورج طبعا اللي انت هتاخدها هنا هتكون قليله قوي، يا دوب ان هي تقدر تاخد الليجن جو. نفس الحاجه هنا مع الكيس بتاعه الستيم ديك. يمكن الستيم ديك اولد نزلت معاه نسخه ابجريدد من الشنطه نفسها، تقدر ان انت تفتحها بسهوله كده، وبتقدر تحط الستيم ديك بتاعك هنا. ولكن يمكن مع الكيس اللي زي كده صعب ان الشنطه تتقفل مع الكيل سويتش كيس اللي انا حاططها دي. لو انت مش حاطط كيس، لو حاطط سكين بس مثلا، تقدر ان انت تستفاد من الجزء ده وتقلل الحجم كله بتاع الشنطه نفسها، ويكون بالشكل ده بس، وهيكون بروتكتد بشكل ممتاز جدا، وتقدر تحطها في شنطتك. انت كمان تقدر تكستمايز اللي انت عايزه في الشنطه دي. ممكن لو انت عايز تحط فيها اللينوفو ليجن جو وكمان الكنترولر بتاع الاكس بوكس اليت، وتقدر كمان تاخد الاكستنشن دي مع الكيبورد اللي بتركب فيها الكنترولرز بتاعه الليجن جو، بالاضافه كمان للراسبري باي، وكل ده ولسه عندك كمان مساحه تقدر تحط فيها اكسسوارات اكتر، او ان انت تاخد كمان نظارات الاي ار جلاسز نفسها اللي تقدر تركبها على اللينوفو ليجن جو وكل اجهزه الهاند هيلد تقريبا، وتاخد كمان معاها الستيم ديك بالشكل ده. وكمان هيكون عندك لسه مساحه اضافيه تقدر تحط فيها المحتويات بتاعتك. اما لو جينا نتكلم على السعر، فسعرها الرسمي على الموقع الرسمي لتوم توك هو $54، ولكن انا هسيب لك لينك في الديسكربشن تقدر تشتري منه، وهتلاقي عاده السعر اقل من كده. وانا ممكن اشوف ان ده سعر مناسب مقابل الامكانيات اللي بتقدمها والفيتشرز اللي بتقدمها. ولكن لو انت عايز شنطه كومباكت وحجمها صغير وفي نفس الوقت تجمع كل اجهزتك اللي تخص الهاند هيلد او غيرهم، ده هتكون الحل الامثل ليك. خلينا نعرف في الكومنت ايه رايك، وهل فعلا انت ممكن تشتري شنطه زي كده، ولا بتفضل الاوبشن بتاع الكيس اللي بتيجي مع الهاند هيلد بي سيز؟ ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده. شكرا جدا على المتابعه، واشوفكم في فيديو جديد.